ومش بس في مصانع السيارات، لا كمان في آلاف الورش والمصانع الصينية الصغيرة. ومن أول ما الحكومة أعلنت توجهها في 2015 مبيعات الروبوتات الصناعية في الصين زادت بنسبة 16% ووصلت ل 66 ألف وحدة في السنة، وده مقارنة ب 11% في أمريكا و9% في أوروبا. الصين حرفيا بقت أكبر مشتري للروبوتات الصناعية في العالم. وعشان تتخيل حجم التطور، كان متوقع حسب الاتحاد الدولي للروبوتات إن عدد الروبوتات العاملة في الصين يوصل ل 300 ألف بحلول 2016، وهيوصل لمليون روبوت في 2025. بس جس وات، احنا دلوقتي في 2025 وعدد الروبوتات الصناعية في الصين مش مليون، ده 1.8 مليون روبوت شغال بالفعل في 2023. وكأن ده مش كفاية، لا، أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين المعروفة ب NDRC، ودي أكبر جهة تخطيط اقتصادي في البلد، عن إطلاق صندوق وطني قيمته 137 مليار دولار للاستثمار في التقنيات المتقدمة وأهمهم الروبوتات والذكاء الاصطناعي، في الوقت اللي تتوقع